معسكر المستشفى في بنغازي هذا كان معسكر ويفل، مكتوب اسم ويفل، لم يتجرأ أحد على أن يشطب عليه كلمة ويفل. أين كنتم؟ أين كان آباؤكم وأجدادكم؟ أنتم يا مرتزقة. عندما كانت 5 قواعد أمريكية فوق الأرض الليبية، منكم فقص وجه بارود فجر قنبلة واحدة. نحن ضحينا بأنفسنا، كنا نعد العدة للدخول في معركة مع أمريكا ومع بريطانيا فوق الأرض الليبية، وأعلنت من ميدان الجلاء في طرابلس ما لم يتحقق الجلاء فإن القتال سيكون من شارع إلى شارع ومن بيت إلى بيت ضد القوات الأمريكية. ما قلتوها كنتم أبدا ولا آباؤكم يشهد هذا الآفاق. أين كنتم أنتم؟ تفتكر أن ليبيا سهلة؟ ليبيا دفعنا ثمنها غالي وبنينا لها مجد عظيم لا يدانى. نحن تركنا السلطة للشعب الليبي من عام 77 أنا والضباط الأحرار، ولم يعد لنا أي منصب ولا أي صلاحية ولا نصدر أي قانون ولا أي قرار، وتركنا السلطة للشعب الليبي للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، أحسنها ما أحسنها، سقمها ما سقمها، أساء إليها ما أساء إليها، فسد ما فسد. هذه يتم الليبيين جميعا في المستشفى وفي المدرسة وفي الإدارة في المكتب في السيارة في الطيارة في الإسكان في الزراعة في الصناعة، هذه كلها تدار بالليبيين اللي تحت اللجان الشعبية المصعدة المؤتمرات الشعبية. والمؤتمرات الشعبية هي كل الشعب الليبي. انحلت مشكلة الصراع على السلطة في ليبيا نهائيا، استلمها الشعب الليبي بالكامل عام 77. أنا وزملائي لم نعد مسؤولين على أي شيء إلا على القتال عن ليبيا بس، مسكنا السلاح فقط. ولما غارت علينا أمريكا قاتلناها، وفرنسا في الجنوب قاتلناه، والسادات قاتلناه، وهيفري قاتلناه، وهيلا سلاسي وقاتلناه، وحتى بورقيبة والنميري قاتلناه. سقطت الرجعية وسقطوا عملاء الاستعمار وسقط الاستعمار. كانت معانا بنادقنا فقط، تركناكم كل شيء، حتى فلوس البترول عييتوا نقول لكم خذوها بيدكم، كل شهر خذوا فلوس البترول وتصرفوا فيها، ما يضحكوش عليكم. تو يقول لكم وين فلوس البترول؟ انتم قلتوا لا، خلوا فلوس البترول عند الدولة، عند اللجان الشعبية. انتم اللي صعدتوا اللجنة الشعبية العامة وصعدتوا اللجان الشعبية كلها، انتم مسؤولين عنها. يضحكوا عليكم، انتم صدقوا الى هذه الدرجة. بكرة انا انسان في السلطة الشعبية وانسان في الشعب الليبي، ادعو الشعب الليبي الى تشكيل الشعبيات الجديدة والبلديات الجديدة حسب البرنامج اللي يوضحه لكم سيف الإسلام. أنا أعرف أن العبيدات اللي منه عبد الفتاح يونس اللي أمس أطلقوا عليه النار في بنغازي ومصيره مجهول، قالوا له أنت عبيدي شو جابك لبنغازي؟ ليلة الثورة كان هو يحرر معي في بنغازي، ليش ما قالوا له أنت عبيدي ما تجيش لبنغازي؟ وين كنتم أنتم لما كان عبد الفتاح ببندقيته يعرض نفسه للخطر، ولما كان يقاتل في السادات وإسرائيل على الحدود، لما كانوا بيجتاحوكم، كان بيجتاحكم السادات هو أمريكا، عبد الفتاح هو اللي كان بطل المعارك على الحدود. أمس يضربوه بالرصاص مصيره مجهول ويقولوا له أنت عبيدي شن جابك لبنغازي؟ هذه آخرتها، هذه آخرتها يا أهل بنغازي. من أنتم؟ أبدا هذول ليسوا أهل بنغازي. أنا بقول إن حنعود لها، قلت الشعبيات، نتكلم عن الشعبيات. أنا أعرف أن العبيدات في القبة لا يريدون الانضمام لدرنا، يديروا شعبية بروحهم. أنا إلى جانب إرادة الشعب، فلتكون شعبية للعبيدات، شعبية للقبة، من قدوة يقدروا يعملوا الشعبية ويعملوا فيها سلطة شعبية ويطهروها ويقيموا فيها كل شيء بأنفسهم. أعرف أن بن وليد لا تريد الانضمام لمصرته، وتعتبر ضمها جبر وعسف. تتحرر بن وليد، تريد تسكر شعبية حرة حسب إرادة شعبها. أولاد الرصيفة أولاد صلبة قادرين يعملوا شعبية، قادرين يسيروها بأنفسهم، ولا يكونوا يمد على حد ولا يستعينوا بحد. دردنيل طرابلس كما قال الطلياني، إن بن وليد أصبحت دردنيل طرابلس، لأنه كانت خط الدفاع المقاوم في التوجه القوات الإيطالية للجنوب.
اعرف أن ترهونة لا تريد الضم للخمس أو لمسلاتة أو لحرة. أهل ترهونة أحرار يقدروا يقيموا شعبية من بكرة ويعملوا فيها السلطة الشعبية. مصراتة حرة، زليطن حرة، الخمس حرة، مسلاتة حرة. ومتأكد أنه بعد هذا النداء ستنطلق الجماهير من بكرة وتشكل شعبيات جديدة. وأنا متوقع أن الشعبيات التي عدد الآن 23 شعبية ستصل ممكن إلى 30 شعبية أو أكثر. واعتقد أنه ستشكل بلديات للإدارة المحلية من 50 بلدية إلى 150 بلدية متوقعها، لأن كل واحد يريد تكون له بلدية. هذا الشيء الصحيح، هذا هو اللي يخدم الإنسان، يخدم حياتنا وتاريخنا، وما يحشمناش قدام العالم. مش ياك احرق عجلة، امسك بندقية، عيل في مغازي واخذ قنابل، عاطينا قواذف ار بي جي اللي ضد الدبابات وماشي يجري بيه في مدينة مغازي. الرعب في مغازي، ار بي جي عالي في مدينة مغازي. خشوها الامريكان، خشوها الطليان عشان نقاتلهم. عوية صغيرين يعطوهم دبابات يدهروا بيه في شوارع بنغازي. دوخوهم، سكروهم، عطوهم الحبوب، عزلوهم عن اهلهم. تبدأ العائلات في جمع أولادها من بكرة. اخرجوا من بيوتكم يا اللي انتم بتحبوا معمر القذافي، رجال نساء بنات أطفال، يا اللي مع معمر القذافي الثورة، مع معمر القذافي المجد، العزة لليبيا، للشعب الليبي في القمة. الذي يريد المجد يتذكر جلال طليان وجلال الأمريكان وجلال الإنجليز والنهر الصناعي العظيم والسلطة الشعبية وعودة النفط الذي كان 90% منه للشركات الأمريكية، وانتم عندكم 10%، الآن 90% ليكم و10% للشركة الأمريكية فقط. الذي يريد العزة والكرامة والمجد يخرج من بيوتكم. اخرجوا من بيوتكم، اخرجوا للشوارع، أمنوا الشوارع، شدوا الجرذان، ما تخافوا منهم. نحن لن نستخدم القوة بعد، والقوة تساند الشعب الليبي. إذا وصلت الأمور إلى حد استخدام القوة سنستخدمها وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور الليبي والقوانين الليبية. من بكرة تخرجوا والله من هذه الليلة كل المدن الليبية والقرى الليبية والواحات الليبية التي هي تحب معمر القذافي، لأن معمر القذافي هو المجد. أنا لو عندي منصب، لو إني رئيس، لو كنت لوحت الاستقالة على وجوهكم الجراثيم هذه، لكن أنا ما عنديش منصب، ما عنديش حاجة استقيل منها، عندي بندقيتي، أنا حنقاتل لآخر قطرة من دمي، ومعي الشعب الليبي. أنا كملت عمري مانيش خايف من شيء. أنتم تواجهون صخرة صماء، صخرة صلبة تحطمت عليها أساطيل أمريكا، ما تتحطمش عليها شرذمكم أنتم. اخرجوا من بيوتكم وداهموهم في أوكارهم. اسحبوا أطفالكم من الشارع، اسحبوا أطفالكم منهم، خذوا منكم أطفالكم، يعبوهم، يسكروهم، يقولوا عدوا للنار باش يموتوا أولادكم يموتوا لأي سبب، لأي غرض، لا شيء. تدمير ليبيا، حرق ليبيا، شرطة ماتوا، أولادكم ماتوا، لكن أولادهم هم ما ماتوش، أولادهم ما ماتوا، أولادهم في أمريكا وفي أوروبا. ماذا صابكم؟ ما هذا الخوف؟ ما هذا الرعب من هذه العصابات؟ عصابات مثل الجذان، لا تمثل شيء، لا تمثل 1 على المليون من الشعب الليبي، لا تسوي شيء، حفنة
من الشبان اللي قلدوا اللي يجري في تونس وفي مصر، واللي يعطوهم الحبوب، واللي امروهم من الداخل احرقوا، اصلبوا، اعملوا تقليد جرذان. من بكره الامن بالشرطه وبالجيش يفرض الامن. من بكره تفتح الحواجز، اي حواجز يجب تشال، شيلوها انتم من مدنكم، اقبضوا عليهم، طاردوهم في كل مكان، اصحوا، اخرجوا من بيوتكم. هيك تبغوا بنغازي تصبح دمار، حتقطع عليه الكهرباء وتقطع عليه الميه. من بيجيب لكم كهرباء وميه؟ خلاص. وهالجرذان ممكن توصل للبترول وتنسف البترول، تعودوا للظلام لعام 52. شو زرنا؟ سبحان الله، بنغازي بنيت هني بنفسي طوبة طوبة وفرحانين بها ونبنوا فيها من جديد، يجوا يدمروها بأولادكم. من يخطر عليها رصاص في بنغازي، قنابل في بنغازي، حرائق في بنغازي، دبابات في شوارع بنغازي. تو في كل 3 دبابات محروقة روعت بنغازي. يمشوا للمطار يحاولوا يخربوه، الطيارات خلاص توقفت، الطيران المدني توقف. من الطيار اللي من الطائرة اللي ما زالت بتنزل في مطار بنينة. السفن قالوا لا يمكن ننزل في مطار بنغازي، لأن في قالوا جرذان لما احنا نوصل يهاجمون وياخذوا اللي في السفينة. درنا أصبحت خراب. حاكمها توا واحد عدوا أزحفوا عليه كل العائلات، كل الجماهير في درنا، طهر درنا. داير لحية يقول لهم النسوان ما عادش يطلع اعتباره من اليوم، ريت النكسة. وقال لهم جيبوا لي التبرعات، أنا يا خليفة تبع بن لادن، تبع الظواهر، والله به يحكمكم الظواهر آخرها. أنتم تبغوا أمريكا تجيكم تحتلكم، تعملكم زي أفغانستان، زي الصومال، زي باكستان، زي العراق. هيك بلادنا بتولي زي أفغانستان. يعجبكم هذا؟ ما لا أطلعوا كان ما يعجبكمش، أطلعوا للشوارع، سكروها كلها وشدوهم كلهم وطاردوهم، فكوا منهم سلاحهم واعتقلوهم وحاكموهم وسلموهم للأمن. قلة قليلة في أي مكان سمعتوا في حركة، هم قلة إرهابية بتحول ليبيا إلى إمارات تبع الظواهري ولا تبع بن لادن. هذه آخرتها باش تخش أمريكا وتقول أنا لا نسمح بأفغانستان جديدة هنا في شمال أفريقيا، بيجيبوا لنا الاستعمار، تبدأ بلادنا قنابل. لقد تم توزيع الضباط الوحدويين الأحرار على كل قبائلهم ومناطقهم باش يقودوا هذه القبائل وهذه المناطق ويأمنوها ويطهروها من هذه الجرذان، ويحاولوا القبض على اللي يغرر بأولادنا الصغار ويقدموه للمحكمة. هذه عقوبتهم في القانون. أسمعوا الهتافات في الشوارع، بنروح بالدم نفتك قيدنا. أنا ما يدور في أحد، هم يدوروا في ليبيا. شوفوا جرائمهم. هذا القانون، قانون العقوبات الليبي اللي من قبل الثورة، رفع الليبيين السلاح ضد الدولة، عقوبته الإعدام. يعاقب الإعدام كل ليبي رفع السلاح على ليبيا. دس الدسايس مع الدول الأجنبية لإثارة الحرب ضد ليبيا، يعاقب الإعدام كل من فعل ذلك. هذا قانون العقوبات. المساس